رفكم محسسنا ان انتم بتلعبوا البطولة دي على حياتكم، ياللي ما احترمتوش المنافس، ياللي ما احترمتوش المغرب، ياللي بتتحدوا المغرب، ياللي بتقللوا من المغرب. لك ان تعلم ان حتى لو مستوى المنتخب المغربي وحش انت فوقته، وانا براهن بكلامك ده انت فوقته، والمغرب هيفوق عليك، والمغرب هياكلك علقة سخنة، لان انت اللي عملته في نفسك، وانت اللي ابتديت، وانت اللي استفزيت المغرب، وانت اللي جمهوركم اللي بالالاف في حس واحد هاتولنا المغرب هاتولنا المغرب. هو انتم ليه ما عملتوش كده مع المنتخبات التانية؟ اشمعنى المغرب؟ اشمعنى المغرب اللي واكلكم؟ اشمعنى المغرب اللي قاهركم؟ اشمعنى المغرب اللي مخليكم مسلطين الضوء عليه وعاملين له 1000 ومليون حساب وخايفين منه ومرعوبين منه وهتموتوا منه؟ يا جماعة بالله عليكم نعلى بالفيديو التاريخي ده ل1000 لايك، ويا ريت نشترك في القناة، ويا ريت نصلي على النبي. اشمعنى دلوقتي؟ اشمعنى بتتكلموا على المنتخب المغربي، بتتحدوا المنتخب المغربي، انتم خايفين من المنتخب المغربي؟ معنى كلامكم لان المغرب لا في ياسين بونو، ولا في حكيم زياش، ولا في بوفال، ولا في اشرف حكيمي، ولا في العناصر الجبارة الموهبة الجبارة. المغرب المنتخب الأول فيه مواهب جبارة ومحترفين في أوروبا كلها. إبراهيم دياز هعدلك إيه ولا إيه ولا إيه؟ إنما لما نلاقي جماهير السعودية خايفين من المغرب وسياحهم طرب وعمالين يتكلموا من دلوقتي، ده إن دل يدل على خوفهم ورعبهم وموتهم، وإن هم هيجيلهم حاجة او هيجرى لهم حاجه بسبب مواجهه المنتخب المغربي. اوعى تفكر ان اللي انت بتعمله دوت العالم كله عارف، العالم كله عارف ان انت خايف، العالم كله عارف ان انت مرعوب، واللي حصل من جمهور السعوديه ده مش هيمر مرور الكرام. وانا براهن على المنتخب المغربي، مش المنتخب المغربي مش اللي هو يعني مستواه ما يطمنش، مستواه مش قد كده وانا بعترف، ولكن بعد اللي عمله جمهور السعودية هتلاقي مغرب تاني خالص، واحنا كلنا بنراهن عليه. لان مش انت لوحدك، بلجيكا والبرازيل واسبانيا الكبار عملوا قبلك كده. الكبار تحدوا المغرب، الكبار وقفوا ضد المغرب. قول لي النهارده الكبار فين؟ الكبار مش موجودين، الكبار اتسلخوا، الكبار خدوا على قفاهم. اعذروني يا جماعة ان انا متعصب عشان اللي عمله جمهور السعودية ده ما ينفعش. الكبار اللي تحدوا المغرب خدوا على قفاهم، ولكن لما انتوا كعرب او انتوا السعودية وقطر والمنتخبات دي يا جماعة وعمان والمنتخبات دي اللي مجنسة لعيبة بالمليارات، اللي مجنسة لعيبة اصلا المنتخبات دي لا يفقهون شيئا عن كرة القدم. قولولي تاريخكم ايه؟ قولولي تاريخكم ايه؟ خدتوا كاس عالم زي المغرب، خدتوا 3 افريقيا زي مصر. انتوا تاريخكم ايه عشان تقفوا ضد الكبار؟ انتم تاريخكم ايه عشان خاطر تتحدوا الكبار، وعشان خاطر تراهنوا على الكبار وتقولوا كلام ملهوش اي 30 لازمة؟ ده يا جماعة لو جيت تدور في تاريخ المنتخبات دي اصلا ما تلاقيش اي حاجة في تاريخهم، وما تلاقيهمش اصلا موجودين. ولكن المغرب البطولة دي مكتوبة على اسمه، المغرب البطولة دي لم ولن ينسى تهديد الشعب السعودي، وسيدفع الشعب السعودي الثمن. والمغرب هيحط السعودية من الآن في طريقه، او هيحط صورة السعودية الان امامه، وهيذبح السعودية. واوعوا تستهانوا بطبعا مهارات طارق السكتاوي، واوعوا تستهانوا بمهارات اي لاعب مغربي هتتحطوا في الجيب وبامر الله.
وبأمر الله أنا براهن، لأن أنت وعمان ما تجوش حاجة جنب المغرب. أنت وعمان ما تجوش حاجة في ضفر المنتخب المغربي، وأنا براهن إن أنت هتشيل، وهتشيل بالتقيل كمان، لأن أنت ما احترمتش المنافس. أنت ما قدرتش المنافس، ما قدرتش إن المغرب أحسن وأفضل منتخب أفريقي واقوى منتخب افريقي، ويكفي ان هو عمرنا ما شفناه بيجنس ولا لاعب واحد اجنبي. يكفي ان اللعيبه هي اللي بتتخطف منه، اللعيبه هي اللي بتتاخد منه، وبيعمل غيرهم، وبيعمل اكاديميات، وبيعمل كل حاجه، واللاعب المغربي عنده حرقه وعارف معنى وقيمه القميص المغربي. انما انتم ملايينكم وملياراتكم رايحه على اللعيبه، ورايحه على تجنيس اللعيبه، وفي الاخر تتكلموا على اسيادكم، في الاخر تتكلموا على المنتخب المغربي اللي بيشرفنا في المحافل الرياضية والدولية، وبيشرفنا وبيشرف العالم كلاته. قبل ما تتكلموا اعرفوا من انتوا بتتكلموا على ايه. وانا قلت لو المغرب مش فايق دلوقتي، وطارق السكتاوي اكيد بيعيد حساباته دلوقتي، وشايف المنتخبات السعودية وعمان وقطر والمنتخبات الضعيفة وهي بتتكلم عنه بالسوء، وهتشوف بقى لعيبة المنتخب المغربي، وهتشوف الجماهير المغربية عملوك حفلة. اول حاجة هيعملوا عليك حفلة في قلب المدرجات، وهتشوف المغاربة هيعملوا فيك ايه. وانا براهن، وعمري في حياتي ما راهنت، عمري في حياتي ما راهنت على مغربي وخسرت الرهان، عمري في حياتي. نصلي على النبي، ويا ريت نعمل لايك، وتعالوا بينا نشاهد الفيديو الجميل ده، وشكرا.